المغرب، شنو كيميزنا على الباقي من العالم؟ شنو اللي كيخلينا كمغاربة شغوفين بهذا الوطن؟ شنو اللي كيخلينا متحدين ولا حزننا كنحزنوا كاملين؟ شنو اللي كيخلينا الا فرحنا كنفرحوا كاملين؟ وغير كنشوفوا الضراب كيتهز كنتهزوا كاملين. اول حاجه هي التاريخ العريق وثقافتنا المتنوعه، مطبخنا الشهي، واللباس ديالنا الانيق، وحتى المنازل ديالنا اللي عامره بالتفاصيل اللي كتفكرك بالتاريخ ديالك وكتخلينا بدون شعور كنذوبوا في هذه البلاد. الماضي اللي عاشوه جدادنا، الحاضر اللي كنبنيوه، المستقبل اللي كنرسموه ونخططوا ليه. هادشي كامل عايش معانا من المهد الى اللحد. التاريخ كله بطولات وانجازات خلتنا نكونوا عندنا واحد الفخر وثقه في الماضي ديالنا. والتاريخ مهم لاي حضاره، حيت التاريخ هو داك الجدر اللي كيغذي المستقبل. بحال شي شجره لقطعتي ليها الجدر راه كتدبل وكتموت، وهكاك اي وطن واي حضاره تاريخها جزء من حاضرها ومستقبلها. وهادشي اللي كيخلينا متحدين ومتلاحمين كجسد واحد، كما قال الرسول الكريم عليه افضل الصلوات: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهادشي اللي شفناه في جميع الاحداث اللي دازوا في تاريخنا وحاضرنا، وخير مثال ما حدث في الاعوام الماضيه. واي واحد كيخرج البلاد ضروري كيحس بالحنين للتراب د هذا الوطن. كاينين بزاف ديال النواقص، وكاينين معانا بزاف ديال الناس اللي كيبغيو يعرقلوا هذا المسير ديال هذه القافله، وما كيعجبهمش يشوفوا هذه اللحمه الوطنيه وهذه الموده اللي بيناتنا. لكن الله ولله الحمد حامينا وحافظنا بحفظه، وكيف لا ونحن أمته الحفظة والصالحين والرحيمين والكرماء والمضيافين. فينا الأمازيغ والعرب، فينا الريف والصحراء والجبال والبحار والتراب والرمال والصخور، كلها كتوقف شامخة في وجه الأعداء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، واحفظ مملكتنا راعيها ورعيتها قائدها وشعبها بحفظك الكريم، اللهم آمين. وقبل ما يهضر أي واحد بالسوء على هذه البلاد كان منها ولا سمع غير بها، خاصو يقرأ التاريخ ديالها وحضارتها، والله تيحس بالفخر والانتماء. ما تنساوش الإعجاب بالقناة والدعم. تهلاو.